يا صباح الورد والفل والهنا وكل الحاجات الجميلة على عيونكم حلوين. رمضان كريم. ايه الاخبار؟ اخبار الصيام ايه؟ واخبار اول كام يوم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وهنا. وشكرا كتير على كل الناس اللي دعت لوالدي ساعة الافطار، سواء اللي علقولي تحت الفيديو ولا اللي بعتولي على الخاص انه دعولي ان ربنا يشفي والدي لدعوة الافطار. انا ممتنة ليكم جدا وربنا يتقبل منكم يا رب، وربنا يشفي مرضانا جميعا يا رب. الفيديو بتاعنا النهاردة هنرتب السفرة بشكل مختلف. المرة اللي فاتت عملنا طقم ذهبي في اسود، المرة دي هحاول اجمع بين السيلفر والابيض والذهبي والاسود، هعمل كومباينيشن كده في الالوان ان شاء الله تعجبكم. وهنعمل الفطار سوا. الفطار هيكون وجبة خفيفة لذيذة سريعة ان شاء الله، يعني حاجة هادية كده على المعدة، بريك من كل المكرونة والرز والمحشي وكده. فيلا بينا نبدأ الفيديو. حلوين. اظن عرفتوا ان اول حاجه بحب ابدا بيها هي تجهيز السفره او ترابيزه الاكل. لازم اجهزها واجهز الديكور بتاعها، ما بحبش استنى لاخر لحظه وبعدين يجي المغرب خلاص قرب يأذن وابقى اوفر ويلمد ومش عارفه ارتب ده. طب لسه ما رتبتش السفره. طب بحبش كده، ارتب السفره الاول وارتب كل حاجه واشوف هقدم كل حاجه في ايه. كل الاصناف اللي هقدمها اشوف ده بتاع ده بتاع ده، خلاص كده انا ارتاح. السفرة بتاعتنا المرة دي هتكون الأطباق بتاعتها بين الأبيض والأسود والذهبي والسيلفر، هعمل كومباينيشن مع بعضها كده تدي منظر حلو. استخدمت الأطباق السيلفر الجميلة اللي كنا جايبينها من راس ب 49 سنتس الأربعة، هحطها زي بليس مات وحطيت فوقيها السيرفينج بليت وده كان لونه أبيض والحرف بتاعه سيلفر، وحطيت كمان الطبق بتاع السلطة وده لونه اسود والحرف بتاعه سيلفر، وهحط عليه ذهبي، طبق ذهبي صغنطوط خالص اللي بقدم فيه التمر اللي هو بالغطا بتاعه. وحطيت الصينيه والكوبايات، جهزت كل حاجه. النهارده هعمل خشاف. على فكره حطيت الطريقه بتاعه الخشاف على الانستجرام، نزلت ريل سريع كده على الانستجرام عامله فيه الخشاف، بس دلوقتي انا سايباه في التلاجة. تعالوا بقى نجهز الاكل بتاعنا. الاكل بتاعنا سريع ولذيذ ومش هياخد وقت خالص. جبت الصينيه حطيت فيها بارشمنت بيبر، جبت قطعتين لحمه ستيك حلوين بيستووا بسرعه وعليهم نسبه دهنه خفيفه، لازم يكون معاها سنه دهنه خفيفه كده عشان تدي طعم حلو. وهحط معاها البطاطس اللي هي الصغنونه، عارفين البطاطس البلي الصغنطوطه دي؟ طبعا غسلتها كويس ونقعتها في الميه شويه وهحطها، هي عشان صغنطوطه قوي هحطها زي ما هي، بس حابين تقطعوها براحتكم. وهحط كمان عليها سبراوتس، ممكن تحطوا عليها فيجيتابلز، اي حاجه بقى نفسكم فيها حطوها عليها. وهحط معاها توم، بس هقطع التوم شرايح طويله كده زي ما انتم شايفين، يعني هقطعه بالطول شرايح رفيعه وطويله. الوصفه دي بتحب توم حلو يعني نزود لها التوم شويه. وبعد كده هبدا احط عليها التوابل: كزبره، فلفل اسود، جوز الطيب، كمون، شوية ملح، واي توابل مشكلة عندك. هحط ورق لورا وهحط وحدتين قرنفل، واخر حاجة هحط شوية زيت زيتون وهقلبهم كويس قوي. وبعد كده هنضيف المية انا ضفت الكمية اللي انت شايفاها كده، يعني يدو ما طلعتش على السطح قوي، قبل السطح بشوية، لاني مش عايزة فيها شوربة كتير. لو انت عايزة يبقى فيها شوربة ويبقى منها زودي المية على الاخر، خليها تتغطى خالص بالمية، يعني خلي كل حاجة تتغطى بالمية. بعد كده هقفل عليها كويس البارشمنت بيبر، وبعد كده اغطيها كويس بالفويل. انا عايزة الفويل يكون محكم الغلق عليها عشان ميتها ما تنشفش، عشان اللحمة تبقى طرية، فهنغطيها هنقفلها كويس بالفويل. حتى لو احتاجتي انك تقطعي مرتين فويل ما تسيبيش حاجة فيها ممكن تسرب هوا، ومش هنخرم الفويل زي ما بنخرم الفويل مع الاكلات التانية. وهركنها على جنب لحد ما نبدأ في الأكلة اللي بعد كده. هعمل جلاش هعمله بالجبنة، يعني جبنة مع شوية طماطم مع شوية فلفل، قطعت شوية زيتون اسود وحطيت معاها شوية فلفل مخلل، يعني فلفل مخلل مش حامي بس بيديها كيك حلو كده في الطعم. هدهن الصينية زبدة كويس قوي، زبدة سمنة زيت اللي بتستخدموه. وبعدين بالنسبة للجلاش هحط 3 طبقات، كل طبقة هتكون مكونة من يعني 2 شيتس، يعني ورقتين من الجلاش، يعني التوتال بتاعهم 6 ورقات. احط ورقتين واحط زبدة ادهنهم دهنة زبدة، وبعدين احط الورقتين التانيين وبعدين ادهنهم دهنة زبدة،
بعدين احط ورقتين كمان واديهم دهنة زبدة. بعد كده احط الحشو، يعني بعد 6 ورقات بين كل 2 شوية زبدة هحط الحشو. هحط جبنة موتزاريلا الاول. خدوا بالكم ان الجبنة الموتزاريلا بتكون دلعة، فلازم نظبط الملح والتوابل بتاعة الحشو. انما لو هنعملها ميكس مع اي نوع جبنة تاني يعني ناخد بالنا اذا كانت الجبنة هتكون حادقة ولا لا. هحط الفلفل والزيتون والطماطم، مش كلنا بنحبها بالطماطم فهقسمها نص بالطماطم ونص من غير، واحط عليها رشة فلفل اسود. هنا بقى لو عندك شوية كزبرة خضراء بتاخد الوصفة دي في حتة تانية، او الاحلى والاحلى شوية ريحان بيزل، شوية ريحان خضر قطعيهم شرايح رفيعة وحطيهم معاها، بتاخد الحشوة دي في حتة تانية خالص. انا حطيت عليها شوية بهارات، شوية ملح، فلفل اسود، وهبدأ احط تاني 3 طبقات التانيين. وعلى الوش هحط بقى دهنة سمنة اخيرة على الوش واقطعها. بنقطعها ليه لسببين: السبب الاولاني ان هي يعني تستوي كويس والجبنة تسيح من بره ومن جوه تبقى سهلة في التقطيع. السبب التاني عشان لما هنحط بقى البيضة واللبن اللي احنا هنحطهم عليها بعدين، وهي بعد ما تاخد لها نص سوا كده في الفرن، تبقى سهلة ان هي تتشربهم. ممكن نحط البيضة واللبن دلوقتي وهي قبل ما نحطها في الفرن خالص، بس دي هتخليه طري شوية، عامل بين البيتزا وبين الجلاش. لكن انا هستنى هزقها في الفرن، هحطها مثلا 15 دقايق كده. اول ما تبدأ الاحراف بتاعتها تلم اقوم حاطة اللبن بالبيض عليها. هوريكم شكل الصينية لما هنحط عليها اللبن والبيض. دلوقتي انا هحط صينيتين في الفرن وابدأ اسويهم. بعد تقريبا 10 دقايق بالظبط هفتح على الصينية، هتكون بالشكل ده. هطلعها، شايفين الاحراف بتاعتها لمت، بدأت شوية يعني فاضلها شوية كده وتحمر يعني تستوي نهائي. هكسر بيضة وهحط عليها يعني كوباية الا ربع لبن، وهحط معاها شوية ملح وشوية فلفل اسود وهضربهم كويس. وبعد كده هسقي بيهم الصينية وادخلها الفرن. غالبا بعد الخطوة دي ممكن بتاخد من 5 ل10 دقايق تانيين. لازم تتابعوها لحد ما وشها يحمر. اول ما وشها يحمر من فوق ومن الجناب ومن تحت كده معناها ان خلاص الجلاش بتاعنا استوى، وطلع جلاش مقرمش وتحفة. ممكن نقدمه في الصينية زي ما هو، وممكن نقطعه ونجهزه ونحطه في طبق. كده كده هتحتاجي تمشي عليه بالسكينة عشان مكان الجبنة بقى والبيض واللبن والحاجات دي بيلحم سنة صغنونة تاني. فهنقطعه ونحطه في طبق، ويلا بينا نرص السفرة مع بعض.